السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخواننا السودانيين. الفيديو ده خاصة للسودانيين. الفيديو ده خاصة انا حبيت اشكر على السودانيين، والله حبيت اشكرهم. السودانيين طيبين، السودانيين طيبين اطيب منهم يقع على البحر والله العظيم، لان انا اتربيت في السودان، بعرف السودانيين كويسين، حنينين وطيبين. اللي عندهم بيقولوا ناكل سوا، بالعكسي الواحد اخوه يسكه والغريب يستقبله، يقول له حبابك 10. السودانيين من زمان ما قاعد تقصروا مع الشعب التجراي، مع الشعب التجراي ما قاعد تقصروا من زمان، ده شيء معروف من قبل التسعينات. احنا انا من ياهو عملت قلب وجيت صغير على السودان اساسا، ياهو لقينا حبش كتار هناك، يعني عامة من اريتريا، من اثيوبيا، ياهو من تجراي. المهم حبيت اشكركم، خاصة حبيت اشكر اولا، بشكر على والي القضارف، بشكرك يا والي قضارف، شكرا شكرا كثير. ان شاء الله ان شاء الله الشعب التجراي ده الا لا جاب الكعب، لكن في السمح والكعب نحن واقفين معاكم، في السمح والكعب واقفين معاكم الشعب التجراي ده والحكومة التجراي. دكتور دورتين من زمان ما قعدت تقصروا، خاصة القضارف وكسلة، خاصة القضارف كمان أكتر شيء التجراي ديل فيها، يعني تجاه التوابة زمان قبل ما يكسروها، أم راكوبة، أم قرجة، يعني الحاجة كثيرة، حاجة الغاريات أقول لك شنو، يعني الفيها اللاجين، الفيها اللاجين، المعسكرات أقصد. ما قاعد تقصروا من زمان، ما قاعد تقصروا مع تتبالف ولا ويانا، من زمان علاقتكم كويسة، نحن عارفين من زمان من زمان من زمان علاقتكم كويسة. حسي خاصة لوالي القضارف بشكرك شديد، والمزارع بتاعت القضارف، عامة الشعب حق السودان. ثانية الوالي حق كسلة، والي كسلة، والشعب حق كسلة، عامة السودانيين. واشكر الرئيس السوداني كمان. ان شاء الله العلاقة دي تكون للأبد. ألا لا جاب الكعب قلت لكم، لكن في الكعب والسمح نحن واقفين معاكم، لأنه شنو؟ آخر الزمن، آخر الزمن الزول أخوه يساعد مع زول غريب يسكه من بلده، بيعمل له حرب يطلع من بيته، والزول الغريب لا كلامك واحد ولا عاداتك واحدة، بيستقبلك، بيقول لك حبابك في بيته وفي بلده، بيستقبلك. الشيء اللي قاعد تعمله السودانيين للأبد ما بيتنسي. شكرا شكرا كثير على السودان، الشعب السوداني، شكرا للشعب السوداني، وشكرا للحكومة السودانية، وشكرا لوالي كسلة والي القضارف، متشكرين قوي، شكرا لكم. الله لا جاب لكم الكعب السودانيين، والله العظيم ما تستاهلوا. دايما بقول الكلام ده انا مع اي زول. السودان اللي بيعرفوا يعرفوا، ما الناس اللي جات عبر الطريق دي ما بتعرفوا، لكن الناس اللي عاشت في السودان بتعرفوا كويس السودانيين هم شنو. المحنة منا متقيف، والله العظيم المحنة من السودانيين متقيف. صحباني المعاي في الفيس السودانيين لازم تعمل لي شير الفيديو ده عشان يصل السودان لوالي كسلة، والي القضارف، والحكومة السودانية. شكرا لكم، وما قصرتوا مع الشعب التجراي، وإن شاء الله ما تقصروا معاه. كل شيء بيفوت وكل شيء لخير إن شاء الله، كل شيء لخير. أي شيء بيرجع
إن شاء الله. بس شنو حسي الناس عشان ما تموت انتوا تستقبلوها. كتر خيركم ما قصرتوا، وحياة ربنا أنا لما سمعت الطريق حق السودان قافل، طريق حمدايت وطريق قلابات، وقالوا لي الناس واقفة في الحدود، أنا قلت لازم أعمل فيديو، لازم أي زول يعني على حسب قدرته يسوي. نحن أصلا ما نقدر نسوي شيء، اللي بنقدر ياهو. قلت أرسل، قلت وتصل الفيديو دي، لكن الحمد لله انتوا ما انتظرتوا ذاته، لأنه انتوا السودانيين طيبين والله حنينين. السودانيين حنينين، انتوا اللي بتخطوا اكل في الشارع وتقولوا تتفضل لاي زول. الفي تقولوا ناكلوا سوا، تعال خد معانا في الصحن، خد معانا يدك في الصحن. اللي بتقولوا انتوا حنينين، السودانيين طيبين، كتر خيركم ما قصرتوا، وان شاء الله ما تقصروا، وان شاء الله نحن في الخير والكعب نحن واقفين معاكم. انا متاكده الرئيس بتاع التجراي ده بيقف معاكم للابد. الله لا جاب الكعب، لكن احنا ان شاء الله نساعد. الكلام اللي قاعد تعملوه ده ما في زول بيعملوه، انتوا ما الليله ولا امس عملتوا كويس. من زمان، زمان درقي، من زمان درقي. الناس، في ناس منعت العربات لما جاب الصليب الاحمر، لما جابت اكل وحاجات للشعب التجراي جعان مسكين ما عنده حاجه، حصل له نفس الحصل الحسي ده. الناس حماتوا الشارع تفوت، حماتوا الشارع، انتوا فتحتوا الشارع ودخلتوهم في بلدكم وخطيتوهم وعملتوا لهم سويتوا لهم، ما قصرتوا. وده ما بيتنسي، ما انا براي اي زول ما بيساوي الكلام ده. نحن ما ناكرين الجميل بالمناسبه، ما في زول بينكر الجميل، لان انتوا ناس طيبين، وحياة ربنا انتوا ناس طيبين. وان شاء الله بيتمنى يا ربي السودان ربنا لا يجيب لها الكعب، بيتمنى لها كل الخير. السودانيين ما بيستاهلوا الكعب، وحياة ربنا بيستاهلوا كل الخير، كل الخير. وشكرا لكم والله، انا شكرا لكم. اقول شنو اكتر من كده؟ ما اقدر اقول شيء. يا ريت لو في كلمه اكتر من كده. شكرا، ما قصرتوا، وشكرا لكم. ونحن ناس جيرانكم، ما تنسوا احنا ناس جيرانكم، ساعدوهم بالشيء بتقدروه، ساعدوا التجراي بالشيء تقدروه، لانه انت عارفين الرئيس الحسي فيه ده هو لا رئيس يوم وفات ذاته، ده قاعد يساعد. شفت لكم زول بلده حسي مثلا حكومة السودان تحارب السودانيين، قول مع المصر مثلا ولا مع الاثيوبيا تشارك تحاربكم. شفت لكم زي ده؟ انا في العالم اول مرة في التاريخ اسمع كلام زي ده، سبحان الله، اول مرة. لكن انا عارفة بيفوزوا ويانا ده بالمناسبة العالم بتعرف ما في زول بيقدر عليهم بالحرب والبوليتيك، ما بيقدر عليهم، بيفوزوا ده كلام مضمون 100%. لكن لما يفوزوا اصلا الناس الشعب حتكمل، ده معروف اصلا. ما في زول كان ما دفع، كان ما قدم، قالوا قدم السبت عشان تلقى اللحد، كان ما قدمت حاجه ما تقدر تفوز، ما في مشكله. بس انا حسي ما انسانه سياسيه بالمناسبه، ما عندي حاجه، ما عندي علاقه في السياسيه، لكن انا موجوعه في الشعب المسكين. تلقى لوحدي امها وين، هي وين، ابوها وين، اخوها وين، ولدها وين، كل دول متشتت ليه. اخر الزمن ما في مشكله، ما في شيء ما بيفوت، ده بيفوت. لكن شكرا لكم ولكسلة وللقضارف والرئيس السوداني، شكرا لك الرئيس السوداني، متشكرين قوي قوي قوي. ربنا يطول عمرك ويديكم كل الخير، بتمنى لكم كل خير. شكرا لكم، اخدكم مولو، شكرا. اعمل لي الشر لو سمحتوا السودانيين على الحبش كلكم، وشكرا شكرا شكرا شكرا. اوكي، السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته وتعالى. توصل هذه الرسالة باسم الشعب التجراي، توصل هذه الرسالة للشعب السودان الشقيق والحبيب والعزيز. أيها السودانيون، وتوصل هذه الرسالة فقط للجند السوداني وللمجاهد السوداني والأمهات السودانيون. عاوزين نشكركم فقط. عاد التاريخ نفسه في 1958 عندما العدو منغيستو هايلي ماريام الدرج، أنتم تذكرون كيف كانوا الحرب في إثيوبيا، قد دمروا أمهاتنا، قد ذبحوا أطفالنا، لقد دمروا منزلنا. عاد الجفاف أيضا في نفس اليوم، في نفس التاريخ، اتحسرنا بكل البلاد، اتحسرنا بكل المنزل، لا كان يوجدنا الفرر، ولكن فقد الشعب السودان الشقيق الحبيب والعزيز فتحت البر واستقبلتنا وعظمت، استقبلت في داركم في بلادكم. لم ننسى هذا الموقف، والله لم ننسى هذا اليوم. لذلك اليوم نفس التاريخ، نفس العدو قد عاد مجددا، يريد أن يدمر شعب التجراي، يريد أن يدمر أمهاتنا، ودمر أيضا، فتح حرب علينا. والآن الجفاف حصل أيضا، ونفس التاريخ. أخواننا السودانيون، الشعب السودان الشقيق، شكرا لك، شكرا لكم، بارك الله فيكم. والله لم ننسى هذا اليوم، والله ثم والله لم ننسى هذا الموقف. وغريبا حننتصر إن شاء الله بإذن الله. نعم حننتصر، نحن الشعب التجراي حننتصر وحنهزم العدو، وحنفتح صفحة جديدة إن شاء الله معاكم، مع كل الحبايب الشعب التجراي. ولهذا عاوز ترسل هذه الرسالة لكل السودانيين الذي تعيشون في كل العالم. ولم ننسى هذا الموقف أيضا. وشكرا لكم مجددا، والشعبنا في الأمان. عاوز أشكر باسم التجراي للشعب السودان للشقيق وللحبيب، وشكرا على استضافتكم، على كرمكم. والله لم ننسى هذا الموقف. شكرا كثير يا حبيب، يا السودان، يا الشقيق. شكرا باسم الشعب التجراي. والآن شعبنا في الأمان، الشعب التجراي في الأمان لأنه معاكم. نعم. وأيضا أريد أن أشكر المزارعين في القضارف،
المزارعين في القضارف اللي عملته قبل 3 أيام حضرناه. والآن شعبنا في أمان، أطعمتوه وأكرمتوه. فنحن عايزين نشكركم فقط. فيش حاجة نعملها غير الشكر، فيش حاجة نعملها. ولكن عندما ننتصر، عندما نهزم العدو، إن شاء الله سوف نحتفل قريبا، نحتفل. نعم. وشكرا لكم. بارك الله فيكم يا شعب السودان.